مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم بقى من قلب الغردقه، وكل الناس اللي طلبت مني عايزين فندق شط رملي وبسين واكل نظيف ومعامله الناس حلوه وكل حاجه فيه حلوه. عشان كده انا حليت لكم المعادله دي وقلت اجي بنفسي اجرب واوريكم لايف كل حاجه موجوده في الفندق. فتخيلوا انا في فندق ايه؟ عرفت انا فندق ايه؟ اقول لكم انا في فندق ايه؟ انا في ساني دايز البلاسيو. لنهاية الحلقة هقول لكم كل تفاصيل ساني دايز البلاسيو، من المطاعم الأكل والشرب، وساني دايز وبالما دي ميريت برضه ساني دايز الريزورت كلها. الريزورت كلها 3 فنادق، هنقول مميزات وعيوب كل فندق فيهم، وهنصور طبعا البوفيه، الأكل والشرب، الأكوا بارك، حمامات السباحة، البحر والشاطئ بتاعه. هنشوف بقى ايه مميزات وايه عيوب الفندق دوت، بس في الغالب أنا مش شايف فيه عيوب، أنا شايف فيه كله مميزات. ايه هي بقى المميزات دي؟ تابعونا نهاية الفيديو. ما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يا صباح الفل عليكم. حبيت انا اقول لكم الصوره بقى من اولها، وقلنا ننزل كده على الغردقه وننزل كام ريفيو، مش لفندق واحد لاكتر من فندق، ونجيب لكم مميزات وعيوب كل فندق من على ارض الواقع. من ارض الواقع بقى، مش من حد بقى يحكي لنا ولا حد هيقول لنا، لا احنا شفنا بنفسنا وهنقول لكم بنفسنا مميزات وعيوب 3 فنادق احنا نزلناهم السنه دي. احنا هو رايحين على الغردقه. بنصح اي حد يتحرك في الميعاد دوت الساعه 4 أو 5 الفجر كده، كان ميعاد حلو جدا، الشمس كانت بتشرق والطريق كان جميل ونضيف. كان معانا طبعا مدام انجي، بياتريس، ولاتويا، الشقاوة كلها اللي حلوا الرحلة وادوها طعم تاني. الطريق كان حلو قوي ومتسفلت ونضيف زي ما انتم شايفين كده، آمن جدا، عليه كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها. بعدين وقفنا في اول ريست كده، كان في الزعفرانة، حطينا شوية بنزين كده اللي استهلكناهم عشان نأمن نفسنا يبقى التانك على طول مليان. وبعدين نزلنا في وينجورج زي ما انتم شايفين كده، وقلنا نعمل شويه شوبينج كده حلوين. وطبعا دي شويه حاجات كده من اللي اتبقت في الشوبينج كده اللي احنا عملناهم وقلنا نصورها لكم. بيات السلطات طبعا دمروا الواقع. بعد كده دخلنا هو زي ما انتم شايفين كده على بوابات الغردقه، اللي وصلنا على الساعه 10 أو 10 ونص كده. كان الطريق زي ما قلنا حلو جدا، وسايبكم كده صورت لكم شويه حاجات كده من داخل الغردقه ووسط البلد. طبعا اول فندق رايحين عليه زي ما قلنا في البدايه هو فندق البلاسيو. ففندق البلاسيو دوت يعتبر في وسط البلد، فحبيت اصور لكم شويه حاجات من حوالين الفندق، الفنادق اللي قريبه منه زي ارابيلا ازور، ارابيا ازور، زي ايجلز داون تاون. طبعا الفندق اللي تابعه صف تاني بالما دي ميريت. هسيبكم شويه تتفرجوا على البلد كده من بره، وبعدين نخش ناخد تفصيله الفندق مع بعض من جوه. داون تاون وساني دايز ميريت اللي هما صف تاني اهم، واحنا داخلين اهو الفندق بتاعنا اللي احنا رايحين له اللي هو صف اول ساني دايز البلاسيو وبالما دي ميريت. هما دول اللي احنا داخلينهم، بس احنا الاقامه بتاعتنا هتكون في ساني دايز البلاسيو. الفندق كده من اول ما بنخشه كده من بره في محلات كتير زي ما انتم شايفين، كل الخدمات اللي انتم عايزينها، في صيدليه بالاسعار العاديه، محلات هدوم، محلات بتاعت حاجات الميه، العاب ميه، مايوهات، حاجات اللي هي الاثريه بقى، بحكم بقى ان احنا في مصر وفي اجانب كتير. الشارع ده برضه انا اصوره لكم برضه بالليل، هوريكم الطريق عامل ازاي. هنخش المحلات دي وهوريكم كل التفاصيل. برضه شارع جميل قوي كده بيدخلنا لغايه الفندق جوه. الشارع ده فيه برضه سوبر ماركت، فيه كل اللي انتوا عايزينه، اي حاجه انتوا عايزينها.
كده احنا وصلنا سنديز البلاسيو هم من بره. في باركنج طبعا خاص بالفندق فور فري بدون اي تكلفه اضافيه، وعاملين له تمرير كده عشان يبقى مظلل حلو قوي. هبتدي معاكم في الفيديو دوت بقى من اول الريسبشن. دخلنا كده الريسبشن مع بعضينا. الريسبشن من اوله اول ما دخلت طبعا الجو كان بره سخن كده وحر، اول ما دخلت لقيت تلج كده داخل عليه. الريسبشن شغال تكييفه ليل نهار يا جماعه 24 ساعه. انا كنت بنزل بالليل اللي شغال، انزل الفجر اللي شغال، في النهار شغال. الواي فاي طبعا فور فري شغال انليمتد طول الوقت، وكان سرعته حلوه قوي ما بيهنكش ولا اي حاجه. الريسبشن الديكور بتاعه كان شكله حلو ولطيف جميل كده للعين، تقدر تاخد فيه صور مفورة كده في النص حلوة كده، تقدر تقعد كده عندها. غير العدد في عدد كتير كمان، الريسبشن كبير مش صغير، عدد كتير يمين وشمال هوريكم دلوقتي. زي نظام انترنت كده محطوطة. الريسبشن كان حلو، بيستقبل الناس كويس، بيستقبلوا الناس كلها بشاشة كده وترحاب. كل الناس عايزاه كانت بتعمله لهم أجنبي أو مصري، بس هو بصراحة الفندق فاجئني إن هو كان 95% شغال أجنبي، يعني ما كانش فيه مصريين كتير. ده البار الرئيسي، دي قعدات اللي انا كنت بقول لكم عليها، قعدات كده يمين وشمال كده زي ما احنا شايفين. ده المطعم برضو الرئيسي، هنشوفه بالتفصيل والوجبات بتاعته طبعا. المطعم على اليمين والبار على الشمال، والريسبشن كبير طبعا، في ريسبشن تاني فوق. ومن هنا بقى نقدر نخش جوه كده للفندق، ونتعالوا بقى نتفرج مع بعض على الفندق من جوه. الفندق زي ما احنا شايفين كده كبير وحلو، جايب حرف يو زي ما كنت بشوف لكم فيديوهات قبل كده. شايف كل الغرف، شايف فيديوهات حلوه قوي. جابوا للاطفال حلو قوي، الاطفال يعني لغايه 3 4 سنين بيبقوا واقفين فيه لوحدهم. اكوا كام لعبه صغيره للاطفال. ده البسين كبير، هو كبير جدا فعلا، ما كنتش بحس فيه زحمه خالص. اعتقد بلاقي مساحات فاضيه كتير ان انا اقف فيها. ده البار الرئيسي شغال طول اليوم لغايه الساعه تقريبا 11 بالليل، بيقفل بس ساعتين كده لما بتوع من 6 ل 8 تقريبا بيرجع تاني. البار مشروبات حلوه على طول، الكلب موجود، بيعمل لك اختلاف كده حلوه. انت لو طلبتها، لو ما طلبتش قلت له يديني حاجه انت على ذوقك، ذوقك حلو بيديك حاجات حلوه. البار شغال طول الوقت، ممكن العصاير والميه طبعا من بره. البار شغال عليه كل المشروبات السخنه والبارده. وتبقى قاعد في البار كده وفي البول زي ما انتم شايفين كده. نبص الناحية التانية نشوف البحر. الشезлونجات كتير، شمسيات كتير، ما غلبتش وقت أبدا إن أنا ألاقي مكان أقعد فيه. يعني طول الدنيا ترتاح وحلوة، وبلاقي مكان أقعد فيه حلو أوي. هنا كانوا بيجهزوا لنا كده حاجات حلوة للعشاء. كنا داخلين على فقرة العشاء، فهم كانوا بيجهزوا حاجات كده أوبن إير بره، وفي حاجات طبعا فقرة العشاء. فندق كبير وحلو، والشط رملي. الناس بقى اللي كانت بتستغرب ليه الشط رملي وفي حصى. انا نزلت ما استخدمتش شوز البحر بتاعتي ولا لحظه، ولا انا ولا المدام ولا الاولاد. البحر رملي 100%. انا كنت بنزل برجلي عادي. اطفالي بينزلوا لوحدهم البحر، مفيش موج، مفيش سحب، مفيش اي حاجه اللي بتسمع عنها. لا البحر رملي حلو قوي، كانوا بينزلوا برضه من غير شوز بتاعتهم. استمتعنا بالميه جدا والبحر جدا. البحر من اجمل الحاجات. ده جزء جوه كده ان احنا ممكن نخش لو حد بقى عايز يعمل سنوركلينج كده، يغطس في عمق شوية، عايز يقعد على أي على الشезлونجات. القعدة برضه ممتعة. كان في 2 بار على البحر، بار على اليمين وبار على الشمال. بعدين بقى نخش على الغرفة. يعني اتفرجنا على الفندق والريسبشن، نتفرج بقى على الغرفة. الغرفة كانت غرفة جميلة جدا، غرفة كانت ديلوكس. فيها طبعا كل المحتويات، خزنة، لحافة زيادة، مخدات. الدولاب كبير وحلو، وفيه شماعات. طبعا قافلين على الشماعات عشان الناس ما تاخدهاش زي ما بيحصل كده وبنسمع. التويليت نضيف جدا، كان بيتنضف كل يوم. كنت كل يوم يا جماعه استخدم الغرفه ارجع الاقيها زي ما استلمتها. شفاط، فيش موبايل كده في التويليت. حبيت تطلب اي حاجه وانت قاعد كده في التويليت. طبعا في شوز، في طبعا شاور وشامبو وصابون، في مجفف للشعر، في مرايه كده داخليه. التويليت فيه كل حاجة انت تحتاجها طبعا، فيه تشكير وفوط. كل حاجة انت نفسك فيها هتلاقيها موجودة في التويليت. التويليت كان نضيف جدا وبيتنضف كل يوم برضه، كأني كل يوم كأني بستلم الأوضة لأول مرة. دي كانت حاجة مميزة جدا عندهم.
الغرفة من بره كانت واسعة وحلوة، كان فيها شاشة وكان فيه طبعا تليفون، تليفون شغال بنتصل بأي خدمة على طول، يجيلنا على طول. الأوضة مكيفة والتكييف بتاعها كان تلج وحلو أوي، في ريموت خارجي غير الريموت اللي جوه الحيطة. كل يوم كانوا بيحطولنا 3 أو 4 أزاز مية. أول يوم حطولنا 3، بعد كده كل يوم بقى يحطولنا كل يوم 4 أزاز مية. مناديل برضه جوه، تيشيرتس، في طبعا تلاجة، في كاتل، مشروبات نسكافيه وشاي. الغرفة أنا شايف إن هي كانت جميلة جدا، مش فيها أي مشاكل، المرتب كانت حلوة، المخدات حلوة، كل حاجة في الغرفة كانت جميلة. واهم حاجه عندي كانت في الغرفه الفيو بتاعها. انا دي كانت تاني غرفه اشوفها. الغرفه الاولانيه برضه كان الفيو بتاعها حلو، بس كانت مبنى مفيهوش اسانسير، وانا طبعا عشان عايز تقدر واطفال قلت لهم عايز مبنى فيه اسانسير، وهم كانوا مستجيبين على طول وادوني المبنى اللي فيه اسانسير دوت. ده كان فيو الغرفه بتاعتنا، ومش الغرفه بتاعتنا بس، معظم فيوهات الفندق زي ما انتم شايفين الغرف كده. بص الفيو بتاعها عامل ازاي، كله بيبص على البول وعلى البحر وعلى الاكوا، وحاجة جميلة جدا. يعني كانت تصحى كل يوم الصبح تقف كده على الفيو دوت شوية، فكانت الفيو بتاع الغرف كلها مميزة جدا. بعد ما طلعنا بقى من البول والبحر كده واحنا قاعدين في الأوضة، ومرة واحدة كده سمعنا أصوات كده غريبة، وقلنا ننزل نشوف بقى في ايه. أول ما نزلنا بقى لقينا الحفلة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، عاملين كده اوبن، وفي كده على البول اوبن اير بره مشروبات، طبعا مشروبات كحولية ومشروبات عادية عشان اللي ملوش في الكحولية، عصاير حلوة وكوكتيلات جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وراهم عاملين اوبن بوفيه كده برضه، فواكه، جميع انواع الفواكه موجودة اللي نفسك فيها. تشرب بقى براحتك، تاكل براحتك، ترقص بقى مع الناس دي. كانت فقرة حلوة قوي، فضلت شغالة طول فقرة العشاء، ودخلوا البوفيه العشاء كمان، وفضلوا شغالين جوه، عاملين برضو أجواء حلوة قوي للناس وهي قاعدة بتتعشى كده، كانت قاعدة مبسوطة جدا. وبعد كده هنخش مع بعضينا بقى دلوقتي على بوفيه العشاء. هسيبكم تتفرجوا على البوفيه العشاء براحتكم. وده كان الجزء الاول من الفيديو، استنوني في فيديوهات تانية كتير هنعرض فيها بقى الاكتيفيتي الاكتر، الانيميشن، الحفلات بتاعت بالليل، وجبة الفطار، وجبة الغداء، في حاجات كتير قوي، تفاصيل كتير جدا عن الفندق ده وفنادق تانية كتير. متنسوش لو انتوا اول مرة تشوفوني تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني فيديوهات تانية كتير للبلاسيو وبالما دي ماريت وفنادق تانية هنقول لكم عليها الفترة اللي جاية. تابعوني وشكرا للمتابعة. اسيبكم بقى مع الفيديو والاوبن بوفيه.
اللي شرفنا واستلمنا احلى استقبال. شكرا.